السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بأحسن الأحوال إن شاء الله. المهم خوتي فيديو جديد كيف العادة. المهم خوتي متنساوش واحد لايك وشير بارطاج مع صحابكم باش يعرفوا يستافدوا. المهم خوتي مغاديش نطول عليكم كما تشوفوا معنا. مع اقتراب الموسم الدراسي في نهايته يتجدد النقاش داخل الأسرة المغربية حول رسوم التسجيل في الواجب الشهري. المترقب أن تعتمد المؤسسة التي يدرس بها أبناؤها والتي تنحو غالبا نحو إقرار زيادة جديدة تتراوح ما بين 200 و 300 درهم حسب المدن والمناطق المختلفة بالمملكة. وحسب معطيات حصلت عليها جريدة إكسبريس الإلكترونية، فإن العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة أخبرت الأسر وأولياء التلاميذ برغبتها في إقرار زيادة على مستوى الرسوم التسجيل الواجب الشهري في الموسم الدراسي المقبل، وهو الأمر الذي رفضته أغلبية الأسر التي اشتريت قبل تسجيل أبنائها في الموسم الدراسي المقبل. وخلافات بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة تفجرت على مستوى مدن الرباط وسلا والنضرة، حيث تكاتل الأسر فيما بينها من أجل إعلان موقف موحد يرفض زيادة المعلنة، وذلك بمحاولة الضغط على المدارس المعنية من أجل التراجع عن إقرار زيادة جديدة، خاصة أن الموسم الجاري شهد في بدايته رفض زيادة في واجبات الرسوم الدراسي بعد العدد منها. المهم خوتي زعما اش كيقولك هاد المنشور هذا كيقولك غيزيدو واحد الزيادة في التسجيل فاش كتبغي تسجل ولدك ديال الواجبات ديال جمعية الآباء ورسم الأسرة المعروف وداك الشي. قالك غيزيدو ما بين 200 و 300 درهم اللي غادي يزيدو غير في المدارس الخصوصية. المهم كما قال نور الدين عكوري هنا رئيس فدرالية الآباء وأمهات الأولياء، فهادشي غير مقبول. يعني ما كاينش شي حاجة اللي غتطبق بحال هاد القضية هادي. يعني إلا بغاو يطبقوا هاد الزيادة هادي خاصهم يزيدو شي حوايج اللي جداد. المهم خوتي هادشي اللي كاين، نتمنى ديروا واحد لايك وشير بارطاج مع صاحبك. المهم بيس ليكم ونتلاقاو فيديو جديد.